أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم من الأولين والآخرين ومن ساندهم ومن آذرهم ومن دافع عنهم ومن تولهم ومن أحبهم فاحشره اللهم معهم في نار جهنم بحق محمد وآل محمد. اليوم سنتحدث سويا بهدوء بعد أن ذهبت هوجة الفرحة والتشنج بالوصول بفضل الله ومنه وكرمه وجوده وإحسانه علينا إلى يوم الظهور المبارك. ويوم الظهور المبارك احنا ما وصلنالوش، احنا ما احناش منجمين ولا ضاربين ودع، لا، ده جه عن طريق ناس ممن يسمون بأولياء الله الصالحين، كتبوا علامات معينة وحاجات معينة في توقيت معين، لما تحصل الحاجة دي تحسب بعدها قد كده كذا سنة وكذا شهر وكذا يوم يظهر عندك يكون يوم الظهور المبارك. طب الناس دي لولا ان انا لما بحثت عنهم وجدت انهم ممن رووا عن الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وأن لهم صلة بآل بيت المصطفى صلى الله عليه وآله، فاطمأن قلبي إلى ما قالوا. أما إن كنت قد وجدت أنهم ينتمون إلى من يعظمون القاذورات أبناء ذنا المحارم أمثال أبو بكر وعمر وغيره، من المؤكد أني كنت سأشك فيما ورد عنهم وسأشك فيما بلغوه. فبالحساب باليوم قلنا إن يبقى الظهور المبارك حسب ما جاء في تلك الأقوال يوم 3/3 سنة 2029. طيب السفياني قبله ب15 شهر، هيبقى 3/12 سنة 2027. احنا ما بنتكلمش في 20 سنة ولا 30 سنة ولا 50 سنة، احنا بنتكلم حاجة هتحصل بعد 3 سنين 4 سنين. يعني ايه، مش بنقول على حاجة في الخيال، مش بنقول على حاجة الجيل ده مش هيحصل ان هو يوصل لها او يعيش لحدها، لا، احنا بنتكلم في 4 سنين 5 سنين بأقصى تقدير بيكون السفياني ده عليه لعنة الله موجود، وبعد منه 15 شهر يكون الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه موجود. طيب عشان نتأكد ان احنا الميعاد اللي احنا وصلنا له ده له شواهد وأدلة ان هو الميعاد الصح، في حديث عن آل البيت وعن سيدنا رسول الله بيقولوا فيه أن المهدي يكون ظهوره المبارك عقيب صوم، يعني بعد صوم يعني شهر رمضان، يعني هيجي بعد شهر رمضان. طب يوم 3/3/2029 ده هيوافق كام في العربي؟ بيوافق في العربي يوم 18 شوال 1450. شوال يعني بعد رمضان، يعني بعد العيد ب15 يوم، بعد العيد الصغير ب15 يوم. يبقى احنا كده بنسبة 100% بإذن المولى عز وجل إن احنا في الرينج الصح بتاعها.
طيب في مقولة تانية برضو بتقول عن آل البيت إن السفياني هيظهر في شهر رجب وفي سنة فردية. فنيجي نشوف ظهور السفياني اللي طلع معانا بالحسابات من خلال هذه النبوءات، يعني لقيناه 3/12/2027 ميلادية. طب بيوافق ايه بقى في العربي؟ 3/12/2027 ميلادي هيوافق 5 رجب 1449 هجرية. 5 رجب 1945 هجرية. يمكن في الفيديوهات اللي فاتت كان في اختلاف في الشهور الهجرية بالنسبة لنا في الأيام وكده، لأن احنا ما كناش مهتمين أوي يعني بإيه بالسفياني أو غيره. يظهر 5 يظهر 18، احنا كنا بنقول إيه 18 شوال نقص ال 15 شهر يبقى 18 رجب. لا، ما هو في فرق بين السنة الميلادي والسنة الهجري. فلما تيجي تشوف الفرق اللي هو 12 يوم مثلا في السنة دول، والثلاث أشهر هيعملوا معانا كمان إيه يوم ولا حاجة، يبقوا كده 13 يوم. تبص تلاقي 18 بقت 5. يبقى السفياني 3/12/2027 اللي هو موافق 5 رجب 1449 هجرية، والمهدي صلوات الله وسلامه عليه يوم 3/3/2029 ميلادي اللي هو بيوافق 18 شوال 1450. طب انتهينا من يوم الظهور ومن سنة الظهور ومن شهر الظهور. ودي بعض الناس يقولوا ايه توقيت ولا نوقت ولا نعمل. ما نوقتش ايه، كل حاجة بميعاد. احنا ما بنوقتش ان احنا بنقول من دماغنا، لا، ده فيه لها بوادر وحسابات وإشارات وأقوال قوية صدرت من ناس ذات شأن قوي. فلما تبعنا الكلام بتاعهم وتتبعنا كلامهم لأنها فعلا متوافق مع ده مع ده مع ده، كله توافق، السلم كله اتظبط. لما جبنا أول يوم قدرنا نحدده اللي هو 3/3 سنة 29، 3/3/2029 ميلادية. بصينا لقيناه المفروض يوافق ده عقيبة صوم، ده وافق 18 شوال، يعني بعد العيد الصغير ب15 يوم، اهو بعد صوم. طيب السفياني قبله 15 شهر اللي هو 3/12 سنة 2027 المفروض يوافق يوم في شهر رجب وفي سنة فردية، في سنة فردية في الهجري. فنيجي نشوف هنلاقيه بيوافق 5 رجب سنة 1449. يبقى المسألة مظبوطة. لو حصل خلل في أي واحد من دول كنا نقول يبقى حساباتنا غلط، لكن احنا حساباتنا مظبوطة بنسبة 100% بإذن الله، بناء على ما ورد إلينا من نبوءات ومعلومات دقيقة جدا. نيجي للنقطة التانية بقى اللي عايزين نتكلم فيها ونقول ايه علاقة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه بمصر. قلنا ان الإمام المهدي طبعا له أنصار من مصر، ماشي. وقلنا ان الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه قال ان الإمام المهدي يكون منبره من مصر، وقال والله لا يجعلن لي بمصر عصا أسوق بها كل العرب. قالوا أتبعث بعد الموت يا أمير المؤمنين؟ قال هيهات، ولكنه ابن من أبنائي، واحد من ولادي ما يبقى من مصر دي هو ده اللي يسوق كل العرب. في الوقت ده لاحظوا ان مصر اصلا لم تكن دولة اسلامية، وده اللي الكل
الغالبية العظمى من الناس يجهلونه، ومفكرين ان مصر دي دولة ايه، دخلت الاسلام لما ابن النابغة عليه لعنة الله دخلها وبتاع وكلام مع الجيش بتاعه وكلام الهجص ده. لا، تتمنع على ابن النابغة ده ان هو ينزل ارض مصر، ولا ينجس ارض مصر برجليه القذرة، سواء هو او جيشه اللي كان معاه. ايا ما كان جيشه بقى، كان في ناس كويسة وفي ناس زبالة برضه زيه، ما هياش مشكلتنا دي. لكن كان الشرط عليه علشان خاطر المصريين يقفوا معاه ويساندوه ويقاتلوا معاه الروم وعشان ينتصر عليهم، ان هو لا يطأ بقدمه النجسة ارض مصر، وله الجزية، ويقعد بره في الجبل لوحده. عشان خاطر كده راح بنى الفسطاط. الفسطاط دي المنطقة دي في الأول ما كانش فيها ناس، دي كانت جبل، منطقة جبلية شرق النيل، منطقة جبلية شرق النيل. ومرت السنين والسنين والسنين، ومئات السنين مرت لحد ما جه القرن الرابع، وبالتحديد سنة 1355 هجرية، لما دخل الفاطميين مصر. جوهر الصقلي وجي دخل مصر، وبرضه كان ممنوع عليه ان هو يطأ بقدمه ارض مصر، ولا يمشي في حواري مصر ولا في قرى مصر. عشان خاطر كده راح بنى لنفسه حوالين الفسطاط دي مدينة القاهرة، وقعد فيها برضه بره ارض البلد، وله الجزية ياخدها وخلاص. والجزية دي كانت كلام فارغ، يعني بمقام النهارده مثلا زي ما احنا بنقول كده، الجزية في السنة مثلا على الفرد مثلا 50-60 جنيه، بما يعادل يعني كلام فارغ يعني. وقصاد كده ان هو ملزم بان هو ايه، يحميهم، وان هم ما لهمش دعوه بالجيوش والكلام من ده، وهو اللي ايه، بجيشه هو اللي يدافع عنهم. فالجزية دي ما كانتش حاجة مجحفة يعني ولا كلام من ده، ده كانت حاجة تافهة. فاللي كان بيدخل الإسلام كان بيدخل الجيش، كان بينضم العسكر اللي هو جيش الإسلام في الوقت ده اللي هم كانوا موجودين. فكان بالنسبة له، شوف انت النهارده لو بقول لك هتخش الجيش ولا تدفع لي 50 جنيه كل سنة، انا هدفع لك 500 جنيه في السنة، بس ما دخلنيش الجيش والخرا والزفت والقطران ده، مش ناقصين قرف. لان هصرف قدهم 10 مرات وهبقى محبوس ومش هعرف اجيب قرش ولا اعرف اعمل اي حاجة. فلما دخلوا الفاطميين الى مصر برضو كانوا ممنوع عليهم انهم ينزلوا، بنوا مدينة القاهرة وقعدوا فيها وحصنوا نفسهم بيها عشان يحموا نفسهم برضو. بعد كده عرض الفاطميين على المصريين، طبعا الاول العرض الاولاني كاسلام كان اسلام الانجاس، امثال ابو بكر وعمر وغيره. فالمصريين طبعا ناس اصحاب دين وناس اصحاب عقيده وناس اصحاب عقل. قال لك دين ايه الزباله ده؟ ايه الدين الزباله ده اللي احنا ايه ندخل فيه او ننتمي اليه؟ دين صاحبه يعبث في وجه الاعمى، نترك دين رجل كان يشفي الأعمى ونتبع رجل يعبث في وجه الأعمى؟ طبعا لأن ولاد الكلب دول أصلا زيفوا الدين وبهدلوا الدين ودمروا الدين وحرفوا الدين، فتقولوا على رسول الله أقاويل تهتز لها السماوات، أمثال عائشة القذرة وأبوها النجس. هذا طلع رسول بتاع عيال صغيرة، متجوز بنت عندها 6 سنين، كان بيجامعها وهي حائض، مش عارف ايه، كل الوسخات لموها وحطوها على سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، وهو المبرأ من كل عيب وشيء. لكن لما جه الفاطميين واظهروا للمصريين الدين الحقيقي، دين الاسلام الحقيقي اللي هو دين آل محمد، المصريين دخلوا في الدين افواجا، دخلوا في الدين افواجا. فتحولت مصر من دولة مسيحية إلى دولة إسلامية. الكلام ده سنة 355 هجرية، يعني بعد وفاة سيدنا المصطفى بقى أكتر من 340 سنة. وكانت طول الفترة دي مصر ليس لها
اسلام، ما يتقالش على دولة اسلامية. كان في بعض الناس من المصريين اسلموا بس عدد قليل، لان مصر على ديانتها المسيحية زي ما هي. يعني بنقول مثلا 10% اسلموا، لكن في 90% دانهم على مسيحيتهم. الدولة دي ايه؟ مسيحية، مش ايه؟ مش اسلامية. لكن اما جم الفاطميين دخل 90% بقى من المصريين للاسلام. لما اتعرض عليهم الاسلام قال البيت الحقيقي بقى، ويعرفوا حقيقة سيدنا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، ويعرفوا حقيقة أهل بيته الأعظام الأطهار، انتموا إلى هذا الدين. حتى المصريين نفسهم ما يعرفوش أصلا الكلام ده. يعني أقول لك مثلا لو 1% من المصريين يعرف الكلام ده، لا مش 1%، أقل من 1/10%. 1/1000% بس هو اللي ممكن يعرف الكلام ده من المصريين، وأشك كمان إن يكونوا بيعرفوه، مع إن ده موجود في الكتب ومكتوب في الكتب. إذا كان المصريين ما يعرفوش أصلا إن هم الطائفة القليلة منهم اللي كانوا أسلموا هم اللي راحوا وعملوا ثورة على الخنزير اللي اسمه عثمان بن عفان دي لعنة الله عليه، وقتلوه ورموه على المسابل 3 أيام لما الكلاب كلت أجزاء منه. وبعد كده شالوه بالليل في الظلام وراحوا دفنوه في حوش كوكب، ده اللي هو بتاع مقابر اليهود. كمان ما رضوش يدفن في المقابر الإسلامية كمان. التاريخ لازم يتعرف كله، لازم نكشف التاريخ كله. علشان تعرف الحقيقة لازم تقرأ في كل حاجة، وتقرأ في كل الكتب علشان تعرف الحقيقة ايه. ما تستناش انك انت تسمع كلام من واحد خنزير بيطلع على منبر وهو ابن حرام ما يعرفش اي حاجة عن الدين، او شيخ نجس بدقن طالعة لحد سرته وهو كلها امل ومعفن واجرب علشان يكذب عليك، او شيخ سلطة نجس كلب بايع دينه بدنيا غيره. دول شوية قاذورات خنازير ما اسمعش ليهم. احنا في زمن الذي قال عنه سيدنا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يكتفي كل بعلمه. كل واحد عايز يعرف الحقيقة يقدر يعرفها. عندنا النهاردة، ان زمان كان الواحد عشان اروح اشتري كتاب مثلا، اي كتاب، كنت بدفع فيه فلوس قد كده، وعشان اوصل للمعلومة داخل الكتاب ممكن اقرأ مجلدات في الكتاب ده على ما اوصل للمعلومة. انما النهاردة لا، عن طريق النت اقدر اوصل للمعلومة في ثانية وببلاش. الكتاب كنت بشتريه مثلا ده هو بما يعادل 2000-3000 جنيه، لا النهاردة بقدر ان ادخل على النت واجيبه ببلاش. النت كده كده انا بدفع له مثلا في الشهر القسط بتاعه او الشيء بتاعه اللي موجود كده كده. استعملته ما استعملتوش هدفعهم. استعملته في الشر او استعملته في الخير هدفعهم. طيب انت بتستعمله في شر، لا خلي 5% استعملهم في الخير. دور على الحقيقة، ابحث، اسأل وشوف علشان توصل للحق. المسألة مش لعبة، المسألة دين مش طين، المسألة جنة أو نار. تيجي تشوف الناس دي لما جم يموتوا، الملعون أبو بكر ده كان يقول لك يا ليتني كنت عذر، يعني يا ريتني كنت كبش أهله سمنوه وأكلوه وشخوه، يا ريتني كنت إيه؟ عذرة. عمر الملعون لما جه يموت وهو مطعون وبيموت ابن الكلب ابن النجس ابن صهاق الزانية الملعون، أسود الوجه والقلب والعقل، أقرع الرأس والفكر والدين، كان يقول له إيه؟ أحب الشراب إليك قال النبيذ، أعطوني نبيذا. هذا خنزير ابن كلب، ده طول عمره أصلا كان بيشرب خمرة، حتى وهو ماسك ما عاملينه المأبون النجس ده عاملينه أمير مؤمنين وكان بيشرب خمرة، لدرجة إن واحد أصلا كان بيحطها مع المية بتاعته ويشرب منها. واحد غلبان يا عيني راح يشرب من قربة سكر، أما أسكوه عشان يقوم عليه الحد قال له أنا عمال ما شربتش خمر، إنما شربت من كرباتك، يعني أنا كنت عطشان وشربت، أنا أعمل إيه؟ قال له لا نجلدك على الشرب ولكن نجلدك على السكر،
مش مشكلة انك انت شربت، مش هنجلدك عشان شربت، لا احنا هنجلدك عشان انت سكرت. لا، اشرب بس ما تسكرش. شفت الفكر بتاع القذر النجس الوسخ، الكلب هذا الملعون، ابن سهاق الزانية وابن حنتمة الزانية، ده كتلة نجاسة في بعض، كتلة نجاسة، سواء هو أو الكلب الثعلب القذر اللي اسمه أبو بكر. دول شلة ملاعين. اقروا هتكتشفوا الحقيقة، لأن الحقيقة موجودة في كتب. ما بقولكوش اقروا كتب الشيعة ولا غيرها، ما قرأتش يمكن في حياتي كلها كتاب واحد شيعة غير كتاب ولا بتاع كتيب كمان، مش كتاب كمان. واطلعت مثلا على البتاع ده اللي هو كتب السنة، كتاب السنة بتاعهم الأساسي اللي هو زي البخاري كده عند السنة ده والله حتى ناسي اسمه. ليه؟ لأن المسألة أنا عشت مثلا 40 سنة 45 سنة مثلا في متغذي بالأفكار القذرة اللي هم كانوا عمالين يكذبوا علينا ويهجسوا فيها عن أبو بكر وعمر والكلام ده وعثمان والهجس ده. لكن لما جينا نقرأ الحقائق لقينا كوارث، لقينا مصايب. يا نهار اسود، هم دول اللي احنا كنا بنقول عليهم بني ادمين؟ دول خنازير انضف منهم، دول خنازير افضل منهم. انا بدعو الكل ان هو يقرا ويعرف الحقيقه ويعرف التاريخ. واخيرا يعني نتكلم على واحد مثلا زي الملعون اللي اسمه صلاح الدين الايوبي ده اقذر شخصيه حكمت مصر في تاريخها. يليه طبعا اللي موجود دلوقتي، يعني يجي بعد منه اللي موجود دلوقتي، لكن ده أقذر منه كمان بكتير 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 بآلاف المرات. ده مجرم ملعون كلب ابن كلب ده اللي اسمه صلاح الدين ده. اقروا بقى في الكتاب، في كتب، والناس المؤلفين والناس العلماء اللي كانوا معاصرينه كاتبين عنه ايه، هتعرفوا ان ده أقذر شخصية ممكن تيجي في تاريخ البشرية. يعني يمكن السفيان اللي جاي ده هو الوحيد اللي ممكن هي تفوق عليه سنة. ده ملعون ابن ملعون، ده اللي رجع مصر للكفر تاني بعد مصر ما كانت إسلامية على منهاج النبوة ومنهاج أهل البيت، رجعهم تاني للكلاب أمثال أبو بكر وعمر وغيره، النواصب الملاعين الذين نصبوا آل البيت العداء. على رأي أئمة أهل البيت يقول لك والله ما أسلموا عن أبو بكر وعمر، والله ما أسلموا ولكن استسلموا. استسلموا ازاي؟ هم اسلموا امتى واسلموا ازاي ومش عارف، اكاذيب بقى. يقول لك ابو بكر ده اول من اسلم، والله كذب في كده. اقروا في الكتب هتلاقوه ان هو من اواخر من اسلم في قبل الهجره، هو عمر من اواخر من اسلم. حتى ان سعد بن ابي وقاص ده لما ابنه بيساله بيقول له، وده موجود في كتب السنه في البخاري ومسلم وغيره، اكان ابو بكر اولكم اسلاما؟ قال لا، ولكن أسلم قبله 50 رجل، حاجة و50 رجل أسلموا قبل منه. طب لما نيجي نشوف في وقت الهجرة ما كانوش مكملين 60-70 واحد. يبقى أساسا هو من أواخر من أسلموا، من أواخر من أسلموا. ويقول لك الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه يقول لك إيه، هو من أوائل من أسلموا لكن كان طفل. لا، لما هو كان معاه واحد تاني راجل كبير ناضج، كان أسلم معاه، اللي هو مين؟ زيد ابن محمد. هو مش العباس لما جه واحد بيسأله عليهم كانوا ماشيين زيد وخديجة صلوات الله وسلامه عليها وعليه صلاة الله وسلامه عليه ومحمد صلى الله عليه وآله ماشيين مع بعض،
هم الأربعة. فواحد بيسأل العباس بن عبد المطلب ده اللي هو عم النبي ده، فبقول له مين دول؟ قال له ده فلان وفلان وفلان، على هذا الدين، والله لا أعلم على الأرض أحدا على هذا الدين غير هؤلاء الأربعة. ما أعرفش أي حد متبع هذا الدين غير الإيه؟ الأربعة دول. هذا ما أمكن، ونكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، وأدعو الجميع إلى القراءة ومعرفة الحقيقة، وعدم ترك أنفسهم للأكاذيب التي نشأوا وتربوا عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على من اتبع الهدى.